شفت حكاية النمر الأبيض بتاع النص كوتا اللي اتسرق في مارينا؟ ما شفتش؟ تعالى بتقول لك سرقة نمر الأبيض النادر في سيرك النوسا كوتا في مارينا طبعا في الساحل. كلنا عارفين الحادث طبعا اللي حصل للعامل قبل كده بتاع النمر الأبيض لما كل دراع العامل. طبعا دلوقتي النمر الابيض اللي انت شايفه النادر جدا اتسرق طبعا من السيرك بتاع النوسا كوتا قبل ما تعمل العرض بتاعها في الساحل في مارينا. تقول لك تم سرقة النمر خلال التحضير للعرض الليلي في السيرك. إدارة السيرك تفاجأت باختفاء النمر الأبيض النادر من داخل القفص. النمر المختفي هو أشرس حيوانات في السيرك. دي تصريحات طبعا النوسا كوتا. وتم الإبلاغ قسم شرطة مارينا فورا بسبب التهديد المباشر لسكان المنطقة. وقالت لك كمان الشكوك اتجهت نحو عامل في السيرك يعرف جيدا تفاصيل تربية النمر، يعني بيتأكد ان في عامل في السيرك هو اللي سرق هذه النمر. طبعا مباحث اسم شرطة مارينا ده ضافت اللي حصل عليه باستخدام الأدلة، وطبعا تأكدوا ان العامل فعلا هو اللي سرق النمر. وطبعا العامل اعترف بسرقة النمر وتم حبسه 4 أيام على ذمة القضية.